وبداية سنبدأ القراءة الأولى مع الدكتور سعد ياسين من العراق. أيها الأحبة، قال سلامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لهذه الأرض تونس، تحية لهذه السماء التي باركت الأرض وباركت قدومنا بالمطر، تحية لشاعر المطر السيار، وتحية لشاعر الإرادة والحرية الذي علمنا منذ بواكير عمرنا معنى الإرادة. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هكذا كنا نرشد ونحن في الدراسة الابتدائية، والآن كأن حلم تحقق وجودنا بينكم الآن لنغني للسيارة وللشافعي. القصيدة التي سأقرأها الآن بعنوان ما تعسر من شجرة البحر. إلى الذين ركبوا البحر أملا بغد أفضل فما كان سوى الغد. لا ترتدي البحر ثانية، قالت له الأشجار وهي تلف بخضرتها جسدا غريقا، أسكت الموج رفرفة الفراشة في شريانه، والمدى بنفسجة هنا وثانية هناك وثالثة تطفو على موج السكون. هي السماء لثمت جبين هذا البحر، مسحت دمعا بنفسج ظلال خاتمه الذي هوى في حوض الغياب وهو يفجر رب انتصر. أنا ما غاضبتك، أنا ما غادرته، الأرض مادت بنا ورمتنا على فم البحر. لا ترتدي البحر، قالت له النوارس وهي تعزف لحن الحزن، تمطره بالريش حتى استحال هالة، صعدت مع النشيج إلى السماء، ثم تنفسع من الضوء تشف به الغيوم، تمد يدا لتصافح بباب احتفال صغير ستقيمه الملائكة على شرف القادم الجديد، وهي تشرب نقط خلاصه حين ولد من فم تنورها كرغيف شهي تلقفته أصابع القصور المتشنجة إلى ضفاف لا متناهية الامتداد، تخطت أسوار حلمه الذي رسم وجهه على جذع شجرة الفصل الأخير ومحتملا للحجر، فآخر أن يظل من جسد تكفنه النجوم وتترك على حدقتي عينيه المفتوحتين بريق قلبها الوامض بالأسى
وبالذهول. فظلام الوحشة الأولى شرس على الغريب، بلا صلاة بلا شهود. لا ترتدي البحر ثانية همست له الرمال، وهي تلطف خشونتها لموج البحر كلما امتد إلى أطرافه، وحرك من بقايا قميص السكون كاشفا صدره عن وشم نقي، عن نصف أغنية صلبت على استحياء، على شفة النبض المتوقف. يا أيها المسؤول بالصلوات، يا أيها المسؤول بالصلوات، بالدمع بالتهجد بابتهالات العيون، وهي ترسمك الموجة الأعلى أمنية. هدهدها البحر على لمعان موجته البعيد، وما كنت سوى زجاجة مختومة بسر انطلاقتها رست على كف الرمال، تشف عن بحر أهوالك التي رأيت. الموج يعرف ما وشوشت العيون قبل انكسار الضوء في بلورة النفس الأخير، وأجنحة الظلام تمد له سقفا ترف عليه نافرة على أقدامه سربا بالنجوم الوحشة. وما استفاق الموج يبعد، والبحر متكئ على عصاه، حنى على صدره بأطراف إصغاء تهجده، غادره لبيت الشمس يطرق بابها يلج بالطرق يمزق نومها، فتعود مرة العينين. لا ترتدي البحر قالت له الشمس، فقميصه نزق، وامتداد الموج للموج استفاءة غاضب، مد وجزر، لا ضفيرة للضوء تمسك طرفها فتؤوب للبيت الحفيظ. ولا وجه يضيء لك المكان. مسحت على عينيه فانتفض الجسد الغريق، قامت قيامته، استقام ليقسم المدى ما بين ماء وسماء. كانت الشمس على كتف الصباح، استدار بوجهه. هي ذي البلاد حقول رماد وأشجار ذبحت على باب القيام. هي ذي البلاد تضيق بها المنافذ، وحقول عمرنا شبعت بها أسراب الجواد. شكرا جزيلا أستاذ الكريم. عيناك غابتا نخيل ساعة الصحراء، أو شرفتان راح ينأى عنهما قمر. عيناك حين تبسمان، عيناك حين تبسمان تورق القرون، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه المجداف وهنا عن ساعة السحر، كأنما تبيض في غوريه النجوم. هكذا قال السياد.
وهكذا غنى السياد. الآن سنسمع شاعر العراق الأستاذ علاء الأديب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو التنبيه الأصوات التنبيه عبد الله أستاذ كريم سكر الباب أغلق الباب يا عبد الله. في البداية يا إخواني أود أن أشير بأن هذا الديوان هو ديوان وجع العراق، وهو آخر ما صدر لي في بغداد. وهذا الديوان سمي على اسم قصيدة فيه. ألهمني هذه القصيدة شيخ تونسي، رجل تونسي شيخ طاعن بالسن، ألهمني قصيدة وجع العراق التي أسميت هذا الديوان باسمها، وطبع ونشر في بغداد من قبل دار المتن للطباعة والنشر الأستاذ عادل الساعد، وشكرا جزيلا لهم حملوا لي هذا الديوان إلى تونس. الرجل هذا الكبير بالسن صادفته في البريد عندما كنت أستلم حوالة من هناك، فلما عرف بأنني عراقي طلب مني أن أعطيه من وقتي 10 دقائق. نرجع نتكلم. قلت له باهي، شو تريد في هذه 10 دقائق؟ قال والله أريدك تتكلمني عن العراق، شو حصل في العراق؟ قلت له يا حاج 10 دقائق قليل. قلت له والله 10 دقائق قليل. قلت له على كل حال. قال أنا حننتظر عند المقهى اللي موجودة في جنب البريد، وحضرتك لما تكمل يا ريت تجيني على المقهى. هذا أنا ما عرفت إنه يسأل عن العراق، هذا كلام صار عليه يعني. في البداية كنت أتصور إنه هذا الرجل محتاج إلى فلوس، فلما جبت الحوالة حطيت 100 دينار في جيبتي وجبت السورية القميص، وخلاص ظننت إنه محتاج إلى شيء. لما خرجت لي السلام عليكم، قال لي عن إذنك لحظات أغير مكان سيارتي، وإذا بسيارته آخر قلت هذا الرجل مش محتاج شيء. رجع قال لي بعد ما أخذ سيارته في مكان، قال لي يا ولدي 10 دقائق أحكي لي عن العراق اللي شو اللي صار في العراق. قلت له يا حاج هذا الكلام طويل، هذا سنوات أوصل لك الصورة يعني. اللي حصل في العراق كثير، ممكن انه تبدل نوع السؤال حتى اقدر اجاوب بدون عشان. قال لي لا، سالني سؤال بسيط جدا، قال العراق سيعود ام لا يعود؟ يرجع ولا ما يرجع؟ اختصر السؤال، قلت له العراق سيرجع مثل ما كان عليه شيء. قلت له العراق ثرواته تحت اقدامه، واخر برميل نفط يخرج من العراق، واصحاب الفكره واصحاب العقليه موجودين في البلدان العربيه، بمجرد ان تنزاح الغمه عن العراق الكل سيرجع الى مكانه والكل سيخدم وطنه. العقول سترجع والثروات تحت اقدامه، عليه ما قال والله ضمن. والله لو تشوف النظرات في عيون هذا الرجل التونسي يعني كان بودك ان تقبل كل تونسي بالجميع. رجعت الى البيت وكتبت قصيده وجع.
هي ليست القصيدة التي سألقيها، لكن أنا أخذت على عاتقي أن أتكلم بهذه القصة في كل منبر وفي كل مكان لكي نقول للعالم بأنه ما زال العراق حيا في قلوب العرب، وخاصة القلوب النظيفة. لأنه مثل ما تعرفوا احنا في عرب كثيرين ضربونا بأسلحة، وفي عرب كثيرين سكروا علينا الحدود وقتلوا أطفالنا من الجوع، وعرب كثيرين يعني كثيرة عليهم كلمة للأسف. تونس عمرها ما كانت من أخوة يوسف بالنسبة لها، عمرها ما كانت، ولا ستكون فيها ولا تزال. ما شهدنا في يوم من الأيام طائرة جزائرية حلقت فوق العراق تضرب الأطفال والمدنيين وحتى العسكريين، ولا شفنا طائرة تونسية في يوم من الأيام حلقت على العراق، ولا في يوم من الأيام سمحت حكومات هذه الدول بأن تكون مطارات مرتع للطائرات الغادرة اللي ضربت العراق. على كل حال، كلما عشنا في تونس أكثر كلما أحببناها أكثر، وكلما اندمجنا مع المجتمع التونسي أكثر كلما ازدادت الرابطة بيننا وبينهم. وبإذن الله تعالى وبوجود الأخوة التونسيين الذين يقفون معنا سنتمكن أن نصنع شيئا للعراق والتونس على الأقل يجعل، ولا نترك الأمر لمن يريد أن يرسم حدود أخرى أقصى من هذه الحدود. كل التونسيين والجزائريين والعرب الشرفاء فرحون بما حققه الجيش العراقي من انتصارات عظيمة على داعش، وإن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله سينتهي هذا الوجود العفن في العراق، ونتمنى أن ينتهي في كل مكان. إلى الجيش العراقي الفاسد، إلى أبناء قواتنا المسلحة الفاسدة، الله أكبر، الله أكبر، والجحافل ترفض، قد آن للنصر المؤسر موعد، وتدافع الأبطال نحو عدوهم، من ذا بوجه الغاضبين سيصمد،
سوف نعيدها رغم الأنوف وللبطولة سعدا. سنعيد للوطن الحكيم سموه، ويعود ما كان الزمان يردد. بغداد والشعراء جل مقامها، فيروز مغرب والحناجر ترشد. بغداد والشعراء جل مقامها، فيروز مطرب والحناجر تنشد. لو كنت ألحد في العراق محبة فليشهد التاريخ أني ألحد. سبحان ربي في السماء جلاله، سبحان ربي في السماء جلاله، وعلى البسيطة فالعراق بلد النبوة والحضارة والتقى منذ الخليقة، والعراق المورد. قد آن للأسد صور قيامة، قد آن للأسد صور قيامة. زمن الكلاب إن استطاع محدد. الله أكبر، رددوا. ومن الأسف يوما سنبرأ والعراق سيسعد. شكرا. مهما قلنا ومهما نقول في العراق لن نفي حق الرافدين، ولن نفي حق السياد، ولن نمنح للشاب من الوقت ومن الحب ما يمكن أن يعيد الدين. سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء، أرمو إلى الشمس المضيئة هازلا بالسحب والأمطار والأنوار. لا أرمق الظل الكئيب ولا أرى ما في قرار الهوة السوداء. هكذا قال شاعر الخضراء، وهكذا سيقول الشاعر الجميل نجم الدين حمدوني من تونس. شكرا لرفع المعنويات صديقي. لا استطيع ان اصف مدى سعادتي بهذه اللحظه. ربما لو بقيت هنا اتحدث عن شعوري هذا فقط لن يكفيني هذا المساء، لانني حلمت سابقا بالذهاب الى العراق، وفعلا حدث ذلك سنة 2012 في مهرجان المغرب، وذهبت وقلت وكنت جديدا لو خيروني بين الحج إلى مكة والعراق لاخترت العراق، وليأتي الله. لأن الحب الذي نحمله كله ولست فقط وحدي للعراق لا يمكن أن يوصف بكلمة. وفرحت جدا عندما كلمني صديقي علاء وقلت له لما أسمع بالمهرجان وله لم تدعوني لأتيت على الأعداء من سيدي، لأني لست مضطرا لأسافر إلى العراق، ما دام كل العراق هنا
هذا القصيد كتب منذ أكثر من 20 سنة، ونشر في المجموعة الأولى سنة 2010، وقد كتب أثناء العدوان العربي الأمريكي على العراق العظيم، وكان عنوان القصيدة رسالة عشق للعراق. لماذا نحبك جدا ولا نملك غير حماك ملاذا؟ لماذا نحبك جدا ولا نملك غير حماك ملاذا؟ لماذا ستمطر هذه البلاد بعشقك كيفا ونحن وددناه حتى ندانا؟ لماذا نحبك جدا؟ لماذا تفر القلوب إليك مع الحزن منذ بدأت، وحتى الزمان اصطفاك فهرول نحو حماك ولاذا؟ أوحدك تحمل رغم السلاطين كل التواريخ عنا، وتنزل حزنا تخطى الخليج وطاغى. لماذا نحبك جدا؟ لماذا؟ أوحدك تدرك أن عبيد، أوحدك تدرك أن عبيد، وكل الذين تهادوا بأمر جميل أعادوا بصوت السؤال لماذا نحبك جدا؟ لماذا نحبك جدا؟ والملائكة بكوا ثم مروا ورزقوا كواكب صوت السياح وسير المراكب عكس الرياح، نردد أن هنا لا نخر برغم الذين أتوا ثم مروا وقالوا هنا تسد فلا لم يمروا، وباعوا الديار وأهدوا الجواد لصحب بما لم يظهروا، كأن براميل نفط متى جاء مخزي قوم يفيض بنا ويدر. وذاك العراق عروق العروبة فينا، وذاك العراق عروق العروبة فينا، يصحح بعد خطى ويصحح. لماذا نحبك جدا؟ لماذا؟ شكرا أيها النجم السابق، شكرا أيها الجميل، أحسنت أبدعت وأمتعت. الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام، حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن العراق. هكذا قال السياد. ونسمع من الجزائر الشقيقة الشاعر العزيز المكرم شيد جمالي من الجزائر، تصحيح الاسم يخبرني رشيد أنه رشيد كان سيقدم نفسه بنفسه. السلام عليكم، مرحبا بضيافة تونس أو تونس. كنت أبحث في حدائق الكلام عن أبيات تقارب ربما مدى فرحتي بهذا النص، ومرت علي أبيات يقول صاحبها: وصل الكتاب فلا عدلت أمامنا، عنيت به حتى تمخض طيبا،
لكأن موسى قد أعيد لأمه أو ثوب يوسف قد أتى يعقوب. ربما وهم الأستاذ علاء حين رأى ما في وجوهنا من تعب حين وصلنا، فأقول أيضا كما قال صاحب البيت: أتيت للخضراء في ثوب مندهش من شدة الشوق لا من شدة العطش. سأقرأ غزلا. هذه غزلة سب لنا بنان من الغزل. لا شيء قد يتلف الأعصاب للرجل كخد أنثى إذا ما احمر بالخجل. لا شيء قد يتلف الأعصاب للرجل كخد أنثى إذا ما احمر بالخجل. وحسبه الله إن عضت على شفة، وحسبه الله في كهر على مهر. وحسبه الله إن مرت بجانبه تغنج الريح إن مالت على وجل. كأنها حين مرت لا تراقبه، لولا الملامة لم تثبت على عجل. تجس في قلق ما حال حالته، هل كان منفعلا غير منفعل؟ والغيب تعلم أن العطر يقتلنا، فصرنا يبقين أن الذبح كالغزل. وللنساء مع المرآة مشكلة، ومنذ أن عرفت للآن لم تزل، فتارة تسأل المرآة أسئلة، وتارة تنعت المرآة بالهبل، تجرب الطرف هل يقوي إلى غمل، تحلل الظرف في حالة القبل. وقيل ما اجتمع الأنثى بزينتها فثالث الشر شيطان على كلب، ويأخذ الجن منها مقعدا هزجا، ونسوة الجن في حال من الجبل. وما نزال نحب الموت نعشقه، نهيئ اللحم بالأشعار والغزل. قصيدة كنت قد كتبت منها مقطعا، وحين رفعت المقطع على الصفحة كتبت مقطعا من قصيدة، ولحد الآن لا زال عنوانها مقطعا من قصيدة أو مقطع من قصيدة. قالت لها معتاضة تتذمر: تبا له من شاعر لا يشعر، لم يعطني أي اهتمام ما به، وكأنني شفافة تكبر. هو جالس جهة اليمين ترينا، وتنهد ذاك الوسيم الأصغر، مالت على كتف الصديقة وشوشت، والوشوشات من النساء تغمر. فلتنظري بطريقة عفوية لا تشعريه بأنني أتحسر. ألقت تحية في الصباح ولم أجب، ما قال لي أن الفتى لا يذكر. ألقت تحية في الصباح ولم أجب، ما قال لي أن الفتى لا يغفر. هو ليس يبدو قاسيا من شكله، يبدو لطيفا حانيا بل يأسر، وأخالني كالموج في شقانه، وعلى سفور قصيده أتكسر. بعض الرجال عوالم مخفية، ألغازها أقفالها لا تكسر، سحقا لها في كل حرف قاله، محظوظة بالذل التي لا تقهر. بالسم تأخذه ولا نعلم به، فبأي علم تستعين وتسحر. يا ليت من حييتها قد أدركت أن الفؤاد لحالها يتعصر، أن التي تشكو لها محبوبتي لكنها في حالة قد تعذر.